ده سوريا ضابط في الجيش الهندي، بيحب بلده جدا لكن ما بيقدرش يتحكم في غضبه وما بيروحش مكان الا وبيتخانق مع كل الناس اللي فيه. وده برضه سوريا اللي مهما شاف قدامه ناس بتتضرب وناس بتسرق وناس بتقتل ما بيتحركش من مكانه. مين فيهم اللي هينتصر على التاني؟ ده اللي هنعرفه من احداث الملخص بتاعنا. بيبدأ الفيلم بوصول ضابط للأكاديمية العسكرية الهندية دهرادون، وساعتها قائد الجيش بيسأله عن سبب وجوده في الأكاديمية، فبيعرفوا ان اسمه ايمان شويندي وهو بيشتغل ضابط في منطقة بالمور، وبيقول له ان في خناقة حصلت امبارح بالليل في حانة في منطقته. وبنرجع بالزمن ليلة واحدة بس علشان نشوف ايمان وهو قدام الحانة، وساعتها صاحب الحانة بيقول له ان في واحد قاعد جوه وكسر الحانة وضرب 10 رجالة لوحده. وهنا بيدخل ايمان للحانة وبيسأل سوريا عن اللي حصل، وبعدها بنشوف سوريا هو في الاسم، وقتها بيقول لإيمان انه اتنرفز وعشان كده ضربه ومكسر الحانة. وبعدها بنرجع بالزمن لنفس الليلة علشان نشوف بنت وولد بيخبط فيها وهو داخل الحانة من غير ما يقصد، فبيعتذر ليها لكنها بتتعصب عليه وبتهينه. وهنا سوريا بيمسكها من دراعها بعنف وبيطلب منها تعتذر له. في الاول بترفض ولكن في النهايه بتعتذر ليه، وبعدها بتجيب صحابها علشان يضربوا سوريا. ولما واحد منهم بيساله انت مين وازاي تعمل كده مع كنجانه، بيعرفوا ان اسمه سوريا، وبعدها بينزل فيهم كلهم ضرب بركلات قويه وسريعه وبيقدر انه يغلبهم كلهم. وهنا بنرجع مرة تانية للظابط إيمان اللي بيقول له إن كل اللي حصل ده بسبب حاجة هايفة جدا ما تستاهلش، فبيعرفه إنه لما بيتعصب ما بيشوفش قدامه. وقتها الظابط بيقول له إن واحد من اللي ضربهم ابن وزير، فالموضوع مش هيعدي بالساهل، وبيطلب منه يدفع 25 ألف غرامة ويمضي على اعتذار ويخرج. وهنا سوريا بيعرفه إنه مش هيعتذر ولا هيدفع غرامة، فبيتنرفز الظابط عليه. وفي اللحظة دي بيضرب سوريا الضابط بعنف وبيكسر له دراعه، وبعدها بينزل ضرب في كل الضباط والعساكر اللي موجودين في القسم، فبيكسر دراع واحد فيهم وبعدها بيكسر رجل التاني وبيضربهم بعنف ومحدش فيهم بيقدر يقف قصاده. ولما الضابط بيرفع عليه المسدس بياخده منه بحركة خاطفة وبعدها بيخرج من القسم. وهنا بنرجع تاني للضابط اللي بيقول لقائد الشرطة انه مش جاي الوحدة علشان يعمل مشاكل، بيعرفه انه مش عاوز حاجه غير المسدس بتاعه. في اللحظه دي بيطلب قائد الجيش من واحد من رجالته انه يستدعي الضابط سوريا، فبيعرفه انه في الجناح بي. وهنا قائد الجيش بيقول له ان الجناح ده محبوس فيه الارهابي كساب. وفي نفس الوقت بنشوف سوريا وهو بيضرب الارهابي طلقه في نص راسه بمسدس الضابط. وبنرجع بعدها للزمن علشان نشوف سوريا وهو في تدريبات الجيش مع كتيبته في المناطق الثلجيه. وفي وحدة الجيش بنشوف هجماتهم على الارهابيين وحمايتهم لحدود بلدهم والعروض العسكريه اللي بيقدموها وزمايله اللي بيموتوا وتسليم اهاليهم وتعلقاتهم الشخصيه وحضور كمان الجنازات بتاعتهم ونجاحه مع كتيبته في انقاذ اطفال في مدرسه من الهجمات الارهابيه. وبعدها بنرجع تاني لسوريا وهو بيتحاكم على قتل كساب، ووقتها قائد الشرطه بيقول له انه قتل ارهابي عنده معلومات مهمه بدون اوامر، فبيفهمه ان الارهابي بقاله 6 شهور عايش على ارض الهند وما قدروش يعرفوا منه حاجه، ولما بعتوا لحكومته قالت انها ما تعرفوش. وهنا القائد بيقول له ان قتل ارهابي جوه معسكر الجيش بدون امر مباشر يعتبر جريمه، وان ملفه كله جزاءات بسبب عدم طاعه الاوامر، فبيطلب سوريا منه انه يبعته للحدود، ولكن القائد بيرفض وبيقول له ان دلوقتي مفيش حرب، لكن لو بعتوه للحدود هتقوم الحرب العالميه الثالثه. وبعدها بيعرفوا انه مطرود من الجيش. وبعد كده بنشوف سوريا وزمايله بيجبروه على التدريب بعنف لدرجه انه ما بيبقاش قادر يمشي بعد التدريب، وساعتها زمايله بيعرفوه انهم بينفذوا اوامر العقيد، فبيقول لهم انهم ما كانش لازم ينفذوا اوامره بالقسوه دي، وبعدها بيطلب منهم يمشوا ويسيبوه. وهنا بيدخل ابوه بالتبني وبيقول له انه تم تسريحه من الجيش وبقى جندي سابق زيه، وبيفهمه انه لازم يسيب الوحده حالا. وبيعرفوا انه لما لقاه في الشارع وهو صغير رباه زي ابنه ودخله الجيش علشان يكون امتداد ليه، لكن ما كانش قد ثقته فيه. ولما ابوه بالتبني بيقول له انه ما بينتميش لحياه الجيش، سوريا بيرفض كلامه وبيعرفه ان مكانه على الحدود، وبيفهمه انه كان غيران من زميله اللي مات على الحدود، وبيعرفه انه لما يقف على حدود الهند هيكون بيحمي 1,250 مليون هندي، وهو ده حلم حياته. وهنا بيروح ابوه يتكلم مع قائد الجيش وبيطلب منه يدي سوريا فرصه واحده، وبيعرفه ان سوريا امهر قناص في الجيش ومستعد يضحي بحياته علشان الهند، لكن قائد الجيش بيصمم على موقفه وبيسيبه وبيمشي. لكن ابو سوريا بالتبني بيقول له انهم لسه بيدوا للاعداء فرص، فمن حق سوريا انه ياخد فرصه واحده يثبت فيها انه قد المسؤوليه. وهنا بيوافق قائد الجيش يديله فرصه ولكن بشرط. وبعدها بيروح سوريا لابوه وبيساله عمل ايه مع القائد، فبيعرفه انه وافق يرجعه للجيش ولكن بشرط يجيب له امضاء انه لائق يكون ضابط في الجيش. وهنا بيرد سوريا عليه انه هيقدر يجيب له امضة رئيس الوزراء، لكن ابوه بيعرفه ان القائد طلب امضة رام كريشنا راجو
اكبر دكتور نفسي في الهند كلها، واللي بيكون من افضل 3 دكاتره علم نفس في العالم كله، ومعاه ماجستير علم نفس، وبيشتغل عميد جامعه علم نفس. وبيفهمه ان لو خد توقيعه يبقى مش بس هيرجع للجيش، لا كمان هيروح للحدود على طول. وبيعرفه انه يقدر ياخد توقيع رئيس الوزراء، لكن توقيع رام صعب جدا. وبعدها بنرجع بالزمن علشان نشوف ابن رام وهو بيتخانق مع اصحابه، وبعدها بيروح لاسم الشرطه، وهناك رام بيضمنه. وبعدها بيقول له ان كل الناس بيستنوه يمضي على تقارير بحسن السير والسلوك، وابنه بيخليه يمضي على محاضر الشرطه. فبيتنرفز ابنه عليه وبيقول له مش عاوزك تمضي على حاجه. ولما بيرجعوا للبيت ابوه بيقول له انه ابن رام اللي رباه من صغره، والمفروض يكون قدوه لغيره. وهنا ابنه بينفعل عليه وبيقول له انه مش كلب علشان يقول له انه مربيه من صغره، وبيفهمه انه هيسيب له البيت ويمشي ومش هيخليه يشوفه تاني. وبنرجع تاني للحظه اللي بيوصل سوريا فيها للجامعه، وهناك بيستقبله كيشور وبيقول له ان الدكتور رام مستنيه. وبعدها بيطلب الدكتور رام منه يكلمه عن نفسه، فبيقول له انه جندي، فبيطلب الدكتور منه انه ينسى هو بيشتغل ايه ويكلمه عن نفسه. لكن سوريا بيصمم على موقفه، وهنا الدكتور بيعرفه ان وقته انتهى وبيطلب منه يقابله بكره. ولما سوريا بيطلب منه يخلصوا المقابله علشان يمدوا على التقرير، بيرفض وبيعرفه ان دلوقتي وقت عيلته، وبيسيبه وبيخرج. وبعدها كيشور بيوصل سوريا للبيت القريب من بيت الدكتور رام، وساعتها سوريا بيعرفه ان الدكتور لو كان مضاله التقرير كان زمانه دلوقتي في وحدته. وهنا كيشور بيعرفه ان امضة رام ما بتتاخدش بالساهل، وبيفهمه ان بقاله سنه مستني ياخد امضته. وهنا سوريا بيتصدم وبيقول له انه كان فاكره مساعد الدكتور، فبيعرفه انه ضابط جوازات. وبعدها بيخرجوا وبيشوفوا الدكتور وهو بيلعب مع عيلته. وهنا سوريا بيعرف كيشور انه عاوز ياكل، فبيقول له ان في حانه قريبه منهم، وفي طريقهم للحانه بتقطع عربيه الطريق، وبينزل منها واحد وبيخطف راجل من عربيته وبياخده معاه وبيمشي. ووقتها كيشور بيعرف سوريا ان الراجل ده هو ابن البلطجي شالله. بعدها بنشوف شالله وهو بيدخل لبيت بي سي، وبيعرفه ان الكلام اللي قاله لابنه هيدفع ثمنه. وبعدها بنرجع بالزمن وبنشوف بي سي وهو واقف في ارضه، وبيقول لابن شالله ان ابوه متحامي في الرجاله اللي حواليه، لكن لوحده سهل ان اي حد يخلص عليه. وبنرجع تاني لشالله اللي رجاله بي سي بيهاجموه، فبيقدر يخلص عليهم كلهم وهو قاعد في مكانه. ولما بيحاول بي سي يقتله، مراته بتترجاه انه يبعد عنه علشان ما يتقتلش زي رجالته. وفي نفس الوقت الدكتور رام بيسأل سوريا ان كان عنده صحاب، فبيرجع سوريا بالذاكره لليوم اللي كان صحابه في بيته، وبعدها اتخانق معاهم وطردهم. وبعدها بنرجع لسوريا اللي بيقول للدكتور ان ملوش صحاب. ولما الدكتور بيسأله عن فرشة بيقول له انها حب حياته. وبنرجع بالزمن علشان نشوف سوريا وهو بيضرب واحد، وبعدها بيطلب منه يعتذر لفرشة لانه عكسها. وبعد ما الراجل بيعتذر لفرشة بيسيبهم سوريا وبيمشي، لكن فرشة بتدور عليه لحد ما بتلاقيه بيغني، فبتقعد تتفرج عليه. وبعدها بيفضلوا يتكلموا مع بعض، ومن بعدها بيقربوا من بعض وبيرتبطوا. وبعد كده بيروحوا هما الاتنين لراج ابو فرشة، وساعتها بيطلب سوريا منه انه يتجوز بنته. وبعدها راج بيعرف بنته ان سوريا ضربه من 6 شهور. وتاني يوم راج بيشوف سوريا وهو بيتكلم مع جنود في الجيش، فبيروح يعرف بنته ان سوريا مش موسيقي زي ما هي كانت فاكره. وفي نفس اليوم بالليل سوريا بيعرفها انه جندي في الجيش، وان اهم حاجه عنده شغله، وان اي حاجه تانية هي مجرد تسليه ملهاش لازمه. وهنا بتبعد فرش عنه، ومن بعدها ما بتردش على مكالماته. ورابع يوم بتروح له بيته وبتعرفه انها ما تقدرش تعيش من غيره، وبتطلب منه يكلم ابوها مره تانية. فبيتنرفز سوريا عليها وبيفضل يكسر في البيت. وهنا بيدخل ابوها فبيضربه سوريا بالقلم وبيغلط فيه، فبتطلب فرشة منه انه يعتذر لابوها، فبيرفض وبينهي علاقته بيها. وبنرجع تاني لسوريا وهو مع كيشورة في واحد من الشواطئ، ووقتها بيشوف فرشة فبيحاول يتجاهلها، لكنها بتنادى عليه وبتعزمه على الغداء، فبيعرفها انه شافها قبل ما تشوفه، لكن عشان بيحترم نفسه مرضيش ينادى عليها علشان كرامته. وهنا بتتنرفز فرشة عليه وبتقول له انها ندهت عليه لانها بتحبه، لكن دلوقتي هي اللي مش عاوزاه، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيكون سوريا مع رام في مكتبه، ووقتها رام بيقول له ان مشكلته سببها غروره، وان ما عندوش عيله ولا ناس قريبين منه. وهنا بيتنرفز سوريا عليه وبيقول له انت عارف كويس ان ابنك، ومع ذلك بتسالني عن عيلتي. ووقتها رام بيقول له انه خلفه وهو صغير، وبيفهمه ان ما كانش عاوزه وعشان كده هو ما طلعش زيه. وهنا بيتنرفز سوريا اكتر وبيساله خلفتني ليه. وبعدها بيكسر له في المكتب وبيقول له انه متاكد انه خايف من الناس وتلامذته انهم يعرفوا انه ابنه، وعشان كده بيتجاهل الحقيقه دي وبينكر وجوده. وهنا بيطلب رام من السكرتيره انها تحضر لمؤتمر طلابي، وبعدها بياخد سوريا وبيعترف قدام الطلبه ان سوريا يبقى ابنه، وبيقول لهم ان في قانون في علم النفس بيقول ان الانسان لو اتبع عاده معينه لمده 21 يوم بيقدر انه يحافظ عليها طول عمره.
وبيحطه في تحدي انه من بكره يبتدي لمده 21 يوم انه يتحكم في غضبه، وبيقول له انه لو قدر يعمل كده هيمضي له بالموافقه على انضمامه لحرس الحدود. فبيقبل سوريا التحدي، وبعدها بيخرج هو وكشور، وساعتها بيكون الطريق كله واقف بسبب ابن شالله بيضرب رجاله على اول الطريق. فبيتخانق سوريا معاه هو ورجالته، وبيدخل معاهم في قتال شرس جدا، وبينفذ كل اللي اتعلمه في تدريباته في الجيش في قتاله معاهم، وبيضرب ابن شالله بعنف، وبعدها بيسيبه. ولما كشور بيقول له انه وعد ابوه انه هيتحكم في غضبه لمده 21 يوم، ودلوقتي ضرب ابن شالله وبكده بقى عدوه، فبيعرفوا ان المهله اللي ابوه اداها له هتبتدي من بكره، وبيعرفوا ان عدوه الحقيقي هو نفسه مش ابوه ولا حتى شالله. وتاني يوم بيبتدي سوريا يحضر دروس اليوجا، وبعدها بيغير روتين حياته كلها من اكل وشرب ومعامله الناس. وتاني يوم رجاله شالله بيقفلوا المنطقه كلها، فبيرجع هو وكشور للبيت بسرعه. وقتها امه اللي ما تعرفش ان هو ابنها بتطلب منه يجيب حقنه لبنتها، فبيروح يجيب لها العلاج. ولما رجاله شالله بيشوفوه، واحد منهم بياخد منه الحقنه وبيكسرها، ولما بيرجع للبيت بيدي الام الحقنه التانيه اللي كان شايلها معاه. وتالت يوم من التحدي امه بتعرف جوزها انها بتحب سوريا، وبتطلب منه يعزمه على الغدا معاهم، فبيرفض. فبتدي له اكل وبتقول له يا توصل له الاكل يا تعزمه يتغدى معانا. فبياخد منها الاكل وبيديهوله، وبعدها بيكون سوريا في الطريق. فبيوقفوا رجاله شالله وبيعرفوه ان عربيه زعيمهم شالله عطلت، وبيطلبوا منه يوصلوا مشاويره. وبعدها بيركب شالله وبي سي ورجالته معاه. وقتها سوريا بيشوف شالله وهو بيرتكب جرايمه، لكنه ما بيقدرش يمنعه. وبعدها بيروح شالله لمصطفى الجندي السابق بالجيش، وبيطلب منه يبيع له اراضي، ولكن مصطفى بيرفض، وبيقول له انه خسر رجله وهو بيخدم الجيش، ودلوقتي بلده هتقف جنبه علشان يحافظ على ارضه. وهنا شالله بيقول له انه هيديله مهله 4 ايام، وبعدها هياخد الارض منه بالقوه ومن غير فلوس. وفي نهايه اليوم بيرجع سوريا لبيته وبيكون متنرفز جدا، وبيحكي الكشور على كل اللي حصل، فبيهديه وبيقول له ان مفيش في ايديهم حاجه يعملوها. وتاني يوم الصبح بيقول سوريا الكشور انه كبر الموضوع امبارح وان اللي حصل شيء عادي. ولما بيطلع قدام بيته بيلاقي رجاله شالله راكبين عربيته، وواحد منهم بيقول له ان عربيته عجبت شالله وعشان كده هياخدها. وبعدها بيرمي له مفتاح الموتوسيكل على الارض، وبعدها بياخدوا عربيته وبيمشوا. وهنا بيوطي سوريا على الارض وبياخد المفاتيح. وفي اللحظه دي بيفقد سوريا اخر جزء من شخصيته الحقيقيه، وقبل ما يطلع بالموتوسيكل بيبعد المرايات عن وشه. وبعدها بيروح سوريا لبيت فرشه وبيعتذر لابوها، فبيوافق انهم يرجعوا لبعض. من بعدها بيتجاهل سوريا اي مشاكل بتحصل قدامه وبيتحول لانسان سلبي. اما مصطفى فبيقدم بلاغ في الشرطه ضد شله، لكن الضابط بيتنرفز عليه وبيطرده. وبعدها رجاله شالله بيقتلوه، وبيتذاع في التلفزيون انه جاسوس، ولما عرف ان الحكومه كشفته انتحر. وفي نفس اليوم بالليل 2 من رجاله شالله بيروحوا لسوريا البيت، وواحد منهم بيقول له ان صاحبه راجو هيبات معاه في شقته، فبيوافق. وبعد كده بيروح اكتر من مره يجيب له طلبات. وبعدها راجو بيطرد سوريا من الشقه، فبيقف سوريا قدام البيت تحت المطر، وابوه بيبقى شايفه من بيته. وبعدها انور ابن مصطفى بيتنرفز على جده وبيقوله ان كلامه لابوه عن حب الهند هو السبب في انه اتقتل. بعد كده بيقول له ان الهند مش بلده وانه مش هيموت زي ابوه. ولما جده بيضربه بيسيب البيت وبيمشي. وبعدها بيعدي 19 يوم، وقتها بيقرر رام انه يرجع سوريا لامه. وفي نفس اليوم بالليل بيرجع سوريا لامه، وبعدها مفوض الشرطه بيطلب سوريا للشهاده. ولما بيروح له القسم بيلاقي ابو مصطفى هناك، وبيطلب منه يشهد باللي شافه، وبيعرفه انه امله الاخير في انه يجيب حق ابنه. وبعدها مفوض الشرطه بيعرف سوريا ان الكاميرات المراقبه صورته وهو في جراج المول اللي مصطفى مات فيه، وبيساله اذا كان شاف مصطفى يومها، فبينكر انه شاف حاجه. وهنا ابو مصطفى بيترجاه يفتكر، ولكن الضابط بيتنرفز عليه، وبيعرفوا ان سوريا شخصيه محترمه، وطالما قال له انه ما شافش حاجه يبقى هو ده اللي حصل. وبعدها بيفكر سوريا ان الدفعه بتاعته كانت بتتدرب على ايديه، وبيفكروا لما قال لهم ان الحلم مهم، لكن اهم حاجه انك ما تفقدش شخصيتك وانت بتحاول تحقيق حلمك. وبعدها بيخرج سوريا من القسم وهو منهار، وبيفتكر لما شاف ابن شالله وهو بيقتل مصطفى، وساعتها ابن شالله هدده وطلب منه ينسى كل اللي شافه. وبعد مرور ال20 يوم بيعلن رام ان ابنه انتصر عليه على عكس توقعاته، وقبل ما يمضوا على التقرير بيطلب سوريا منه ما يمضيش، وبيقول له ان هو اللي خسر لانه في سبيل تحقيق حلمه خسر شخصيته. وبالرغم من ان اهله وحبيبته معاه بقى حاسس بالوحده لان شخصيته القديمه ما بقتش معاه، وبيقول له ان حلمه كان يروح الحدود لكن مش على جثث الهنود. وبيعرفه انه شاف مصطفى هو بيتقتل لكن رفض يشهد باللي شافه علشان يوصل لحلمه. وبيعرفه انه مش عاوز يحقق حلمه لو هيخليه جبان وخجلان من انه يبص لنفسه في المرايه. وهنا كل الموجودين بيسقفوا ليه. وبعدها بيخرج سوريا من القاعه وبيركب الموتوسيكل وبيعدل المرايه ناحيه وشه،
وهنا بنعرف ان شخصية سوريا القديمة رجعت تاني. وبعد كده بيروح سوريا لأرض مصطفى، وهناك بيلاقي ابن شالله ورجالته بيرموا حاجة عيلة مصطفى بره بيتهم، وساعتها بيهاجمهم وهو بيضربهم كلهم بعنف. ولما بيدخلوا لحقل الدور علشان يستخبوا منه بيولع فيه، فبيخرجوا منه، وقتها بيخلص على عدد كبير جدا منهم. وبعدها بيقول للاتنين اللي فضلوا ان ارض مصطفى بقت في حمايته. وبعدها بيروح سوريا لشالله وبيعمل معاه زي ما عمل بالظبط مع بي سي، وبيقتل كل رجالته من غير ما يقوم من مكانه. ولما بيحاول شالله انه يقتل سوريا، بي سي بيترجاه انه ما يقتلهوش، وبيعرفه ان ابنه معاه. وهنا شالله بيقول لسوريا انه هيسيب الارض لاولاد مصطفى وهيتكفل كمان بتربيتهم، لكن سوريا بيقول له انه مش هندي، فبيتنرفز شالله عليه وبيعرفه انه هندي وبطاقته تثبت كلامه. وقتها سوريا بيعرفه انه علشان يكون هندي لازم الهند تكون في قلبه مش في البطاقه، وبيعرفه ان اللي هو عمله مع مصطفى خلى ابنه انور يفقد ايمانه ببلده، وبيفهمه انه اكيد هيتحول لارهابي، وان اللي زيه هم اللي بيصنعوا الارهابيين، وبيديله مهله 24 ساعه علشان يلاقي انور ويرجعه قبل ما يقع في ايد الجماعات الارهابيه. ومن اليوم ده كل رجاله سوريا بيدوروا على انور، والناس كلها بتنشر على السوشيال ميديا صوره انور وبيطلبوا منه يرجع لاهله. وبعد كده بيتذاع في التلفزيون ان مصطفى كان مقاتل في الجيش الهندي مش جاسوس، وانه اتقتل واللي قتله هياخد جزاؤه. وبعدها المذيعه بتطلب من انور انه يرجع لاهله، وفي نفس الوقت بينضم انور للارهابيين، وبتكون اول مهمه ليه هي قتل راجل عجوز. ولما بيقرب منه وبيحاول يقتله، الراجل بيناديه باسمه وبيوري له صورته على السوشيال ميديا. وبعدها بيرجع انور لبيته، ولما التلفزيون بيحاول يصور معاه بيرفض. وهنا سوريا بيقول له انه عارف ان العداله اتاخرت لكنها اتحققت، وبيطلع له علم الهند من جيبه وبيقول له لو بتكره بلدك خد العلم وارميه على الارض. وهنا بيسيبه انور وبيطلع على سطح بيته وبيرفع علم الهند. وبعدها رام بيدي لابنه تقرير عليه امضته وبيقول له انه فخور بيه. وفي اللحظه دي بياخد ابنه منه التقرير وبيفضل يعيط وبيترمي في حضنه. وبعدها بيتحقق حلم سوريا وبيسافر للحدود. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده اللي قدر يوصل لنا رساله بان الوطن مش بس خانه في البطاقه، لكنه حب وانتماء موجود جوه قلب كل واحد فينا. سلام.